في مشهد أصبح شبه يومي في الآونة الأخيرة. الاشتباكات تتجدد ما بين الأجهزة الأمنية ومسلحي فتح في مخيم بلاطة، حيث تبادل الطرفان إطلاق النار مما أدى إلى سقوط جرحى من الطرفين، معلنين بذلك بداية مرحلة جديدة من التوتر الذي لطالما ألقى بظلاله على العلاقة بين الأجهزة الأمنية والمخيمات. احنا مش كتر هالحملات العسكريه صارت على الفيسبوك، عندك حمله انه مخيم بلاطه بؤره الفساد، بؤره المخدرات. طب احنا مش بؤره المخدرات ولا بؤره فساد في بلاطه، احنا مخيم مسالم مش مخيم، احنا مخدرات وزعرنه. احنا طول عمرنا البلاد والضفه الغربيه بتشهد مخيم بلاطه، وانطلقت الرصاصه من مخيم بلاطه وغزه. الفرق المتنازعة تتجاذب أطراف الصراع من اشتباكات وتبادل تهم عبر وسائل الإعلام، ولا يدفع الثمن إلا المدنيين العزل بأطفالهم ونسائهم وشيوخهم الذين ضاقوا ذرعا بهذه الاضطرابات التي تفض مضاجعهم وتدمر ممتلكاتهم، مما يزيد من الضغط النفسي الذي يتعرضون له في ظل وجود الاحتلال. والشباب التانيين اللي في المخيم هم اولادنا، وابناء السلطه برضه اولادنا، واحنا لن نستطيع السكوت، يعني انه تصير بين السلطه والشعب او الشعب الواحد يصير مجازر ويصير يعني مشكله بالاخر اذا نزلت سالت دماء وحصل قتل. لا نستطيع انه احنا نوقف هاي الدماء. دائرة المواجهات تتسع والأرض تزداد تدهورا لتنتج مجتمعا هشا يسهل تفكيكه وتزعزعة صموده، نتيجة لا تصب إلا في صالح الاحتلال الذي يقف ضاحكا شامتا بأبناء الشعب الفلسطيني الذين يوجهون فوهات البنادق إلى صدور بعضهم البعض. الخلافات بين الأجهزة الأمنية ومخيم بلاطة لا تلبث أن تهدأ حتى تعود للظهور مجددا لتشعل نار فتنة تقسم أبناء الشعب الفلسطيني في ظل ابتعاد أطراف الصراع عن إيجاد حلول ناجعة ترسخ أمن المواطن. من دوار الشهداء في وسط نابلس، كرم زكارني، تلفزيون نابلس.